احنا عاملين مسابقه لنا متابعه المشروبات على حسابنا. بجد؟ والله. بقول لك ايه يا امير، تعرفنا؟ لا الصراحه ما اعرفكش. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. بقول لك ايه، بلاك فوكس رايق ولا هنتضايق؟ لما كنت في بورسعيد قبل كده رحت بلاك فوكس، فما كنتش عارف غير القهوه التركي والقهوه الفرنساوي بس، فالفكره دي جات لي ان احنا نشوف المشروبات المشهوره اللي عند بلاك فوكس ايه، وهنشوف المشروب اللي الناس هترشحه لنا هيعجبنا ولا لا. والفيديو دوت هنشوف اي حد بشكل عشوائي لنا متابعه جوه هنا في بلاك فوكس، المشروبات بتاعته كلها هتبقى على حسابنا. يلا. اسمك ايه؟ محمد. مشروبك المفضل ايه يا محمد؟ قهوة فرنساوي. وبتحب تحلي بيه هنا؟ حاجة كده اسمها كوكوز بس طعمها رهيب خالص. ماشي يا محمد. بقول لك انت عامل لنا متابعه؟ تعرفني الاول ولا ما تعرفنيش؟ عارفك. اول واحد اهوت المشروبات بتاعته على حسابي. السلام عليكم. اسمك ايه؟ امير. ازيك يا امير؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ مشروبك المفضل ايه؟ اسبريسو لاتيه. اسبريسو لاتيه. بقول لك ايه يا امير، تعرفنا؟ لا الصراحه ما اعرفكش. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. متشكر جدا يا امير. طب افتح التيك توك يا امير، اكتب منصور فود كورنر بالانجليزي. ده هو يا عم مشروع. ماشي حبيبي يا امير. تسلم حبيبي، تسلم شكرا جدا. السلام عليكم. اسمك ايه؟ محمد السيد. ايه مشروبك المفضل هنا في بلاك فوكس؟ القهوه الصراحه جميله قوي، الماتيريال بتاعها. عايزين حاجات جديده كده في بلاك فوكس بيعملها يعني. انا الصراحه عشان ما بشربش غير القهوه هنا بس يعني، بس هو عامه السموزي حتى هنا كويس، سان شاين الكلام ده جميل قوي هنا يعني. عارف المحتوى بتاعه وتعرفني؟ ايوه شفت لك كام فيديو كده على التيك توك صح؟ تمام. صح. متابعه ولا لا؟ اسمك ايه؟ فاطمه بدوي. تمام. ايه مشروبك المفضل هنا في بلاك فوكس؟ فرابتشينو كراميل وبانكيك جامد جدا. اسال معلش، انت عارفاني الاول ولا ما تعرفنيش؟ عارفاك، شفتك امبارح، شفت فيديو امبارح وانت كنت في نمره 6. ربنا نصرني ان شاء الله. الحمد لله. طب عملنا لنا متابعه؟ تقريبا. تمام. وريه كده. تمام. بص احنا عاملين مسابقه لنا متابعه المشروبات على حسابنا. بجد؟ والله. مشروبات كتيره ولا مش كتيره؟ لا انا حاسبه. طب حظها بقى. الحمد لله ان هي حاسبه. الحمد لله ان هي حاسبت. تمام ماشي ماشي. شكرا جدا. وبكده تكون الحلقه خلصت. فرابتشينو كراميل دوت طلع حلو جدا. لو انا جربته، محمد خد القهوه التركي العادي، انا جربت القهوه التركي العادي هنا برضه حلوه جدا. فاتمنى ان الحلقه تعجبكم. اكتبوا لي في التعليقات افكار جديده اعملها وباذن الله هعملها. خدت بقى لفه في المكان وبصيت على الاسعار، لقيت الاسعار كويسه جدا بالنسبه للمكان اللي احنا كنا قاعدين فيه. الاستاف كان متعاون جدا واحنا بنصور، المكان كان مريح لو شله صحاب ولا حاجه عايزين يقعدوا. اتمنى المكان دوت يعجبكم.